شوايه قاعدين في بيتهم بمزاج ومروقين مع العصريات بيشربوا لهم في شاي. فجأة الباب دق، اي زول دخل كوبايتي تحت السرير. شويه فتحوا الباب لقوا ولد رباع طابق. قال له تفضل. قام خش جوا قال لهم والله بكره عندي عقد اختي ابوي قال لكم انتم معزومين. الجماعه والله ما شاء الله مبروك يا اخ مبروك، ربنا يتم على خير يا اخ. ولد الرباع طابق قام ماشي في واحد منهم شليك قال له يا اخ معقول ما تقعد تتفضل؟ الولد قال لهم والله نفسي قايل معاكم للمغرب، لكن لو قعدت اكتر من كده شايكم ده بيبرد. آدم جوا. الرباطاوي السودان قفل معاه خلاص. الزول ده قنع مره واحد، عنده اخو في السعوديه دق له وقال له انت زول لو ما قدرت تجيبني والله السيد انا بجي بدون جواز بدون تاشيره بدون اقامه بدون اي حاجه. اخوه قال له لا لا لا, لا اصبر يا، رسل له قروش طلع الجواز. وهناي لما وصل السعوديه وصل المطار، من ما جا المطار كده الامن وقفوه قال له يا زول ودي الزول ده للمدير فوق. ودى للمدير. من ما وصل المدير كده المدير قال له جوازك لو سمحت. الرباطاوي اداه الجواز لقى مكتوب اسم الجواز مهدي نمر. المدير قال له انت مهدي نمر؟ قال له واي. قال له نمر ده ما اسم حيوان. الرباطاوي اصلا قافله معاه. الرباطاوي علقت في المدير كده لقى مكتوب محمد فهد. قال للمدير انت محمد فهد؟ المدير قال له واي. الرباطاوي قال له وطيب يا سجم انت فهد ده اسم اخصائي باطني. آدم جوا. شايقي دار له ملوه بتاعت بلح. جا السوق بيشتري من اي ترابيزه بلحتين بس، فضل له اخر بلحتين اشتراه من الملوه تمت وهو مارق من السوق. لقى له بتاع بلح ساله قال له البلحتين بكم؟ طلعوا ارخص من الاخر واحده اشتراهم. قام رجع طوالي للبائع قال له والله انا رجع البلحتين. البائع قال له مالك يا اصلي يا لقيتم فرده من بلد ولا شنو؟ آدم جوا.